السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من التتويج بكأس إفريقيا الذي ينظم ببلادنا ووصل إلى المراحل النهائية. اليوم إن شاء الله سوف يلعب النهائي الذي سيجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على التوقيت والموعد وكذلك التشكيلة المحتملة والمتوقعة التي سيدخل بها المدرب وليد الركراكي وكذلك بابي تياو مدرب المنتخب السنغالي. إذا هذه المباراة سوف تجرى اليوم الأحد 18 يناير 2026. هذه المباراة التي ستذاع عبر قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس إفريقيا عبر قناتها بي إن ماكس، بتعليق كل من المعلق التونسي عصام أشوالي وكذلك المعلق المغربي جواد بادا. إذا بالنسبة للمنتخب المغربي، تأهل إلى النهائي بعدما فاز على منتخب نيجيريا بضربات الترجيح 4 أهداف ل2 بعدما انتهت المباراة في أشواطها القانونية والإضافية بصفر لمثله. مباراة كانت قوية ووصل فيها المنتخب المغربي بصعوبة إلى النهائي ليواجه بذلك المنتخب السنغالي الذي فاز على منتخب مصر ب1-0. هدف سجله اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 78 لتنتهي النتيجة بهذا الهدف ويتأهل المنتخب السنغالي. منتخب مصر واجه منتخب نيجيريا لتحديد المركز الثالث. هذه المباراة التي لعبت بالأمس وفاز فيها المنتخب النيجيري بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بتعادل السلبي 0 لمثله. فاز فيها المنتخب النيجيري ب4 أهداف ل2 بعدما تألق الحارس نوابالي بعد صده لركلة جزاء لمنتخب مصر، ركلة جزاء صدها لمحمد صلاح ولعادل مرموش نجمي المنتخب المصري. إذا اليوم إن شاء الله سنتعرف على التشكيلة التي من المتوقع أن يدخل بها المدرب وليد الركراكي وكذلك مدرب بابي تيو مدرب منتخب السنغال. سيدخل بحراسة المرمى إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وسيدخل بقلبي الدفاع نياكاتي ومامادو صار في قلبي الدفاع بعد أن كان أصيب اللاعب الذي تعودنا عليه رسميا في منتخب السنغال وهو كوليبالي لاعب نادي الهلال السعودي الذي يلعب رفقة الحارس المغربي ياسين بونو. في الأظهرة سيدخل بحبيب ديوف ثم دياتا اللاعب دياتا. هذو هما الأظهرة اللي غادي يدخل بهم المنتخب السنغالي. في خط الوسط سيدخل كذلك بديارا وإدريسا غاناغاي ثم باب غاي. أما بالنسبة للهجوم فسيدخل بندياي كجناح رفقة ساديو ماني، وفي خط أو رأس الحربة نيكولاس جاكسون. إذن هذه هي التشكيلة التي من المتوقع أن يدخل بها المدرب بابي تيو مدرب منتخب السنغال. أما المدرب وليد الركراكي فمن المتوقع أن يدخل بالتشكيلة التي تعودنا عليها في مباراة تنزانيا ومباراة نيجيريا ثم مباراة الكاميرون، فتشكيلة واحدة تعودنا عليها سيدخل بها المدرب وليد الركراكي. هذه التشكيلة التي أعطت أكلها خلال ثلاث مباريات خصوصا بعد إصابة عز الدين أوناحي وتم تبديله ببلال الخنوس. إذن التشكيلة هي كالآتي: بحراسة المرمى دائما المتألق ياسين بونو، بالنسبة لقلبي الدفاع آدم ماسينا ونايف أجرد، في خط أو في الأظهرة نصير مزراوي وأشرف حكيمي، وفي خط الوسط اللاعب المتألق الذي كان واحد من نجوم هذه الدورة، دورة كأس إفريقيا، هو نائل العناوي في خط الوسط.
وبالنسبة للأجنحة سيدخل بإبراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي، ثم إسماعيل السيباري وبلال الخنوس. أما رأس الحربة فسيدخل بأيوب الكعبي. إذا كانت هذه هي التشكيلة التي سيدخل بها المدرب وليد الركراكي. نتمنى حظا موفقا إن شاء الله للمنتخب المغربي في هذا النهائي، وإن شاء الله تتويج بالكأس، وإن شاء الله الكأس يبقى في المغرب. إذا نهاية هذا الفيديو أصدقائي، أتمنى أن ينال إعجابكم. انتظرونا إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.